بذل جهد كبير ايضا لتحقيقها. فاول شيء صعيب عليا انني نتحدث معك اليوم، خصوصا انني كنت كنطمح باش انني ناخذ الميداليه الثالثه اللي على التوالي، ولكن الحمد لله على كل حال ما استطعتش. ولكن كنبغي نهدي هذه الميداليه الغاليه كذلك لسيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله محمد السادس، كنبغي نهدي له هذه الميداليه هذه، كنقول له شكرا على الدعم ديالك، كنبغي نهديه للشعب المغربي كذلك، كنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم. بصح صعيب عليا انني نتقبل هذه الخساره ديال هذه الليله هذه، ولكن كنجاوب بانني عطيت الماكسيموم، درت اللي عليا، ما قصرتش، ما هبطتش يدي. هذه هي الرياضه. جيت لاخر حاجز كان عندي تعثر، ما زدتوش مزيان، ولكن الحمد لله انا غادي نرضى باش يقسم لي الله، وهذه الرياضه الحمد لله. فمرة أخرى كنشكر والديا، كنوجه تحية للأب والأم ديالي، وكنقول للعائلة الصغيرة ديالي شكرا على الدعم ديالكم، شكرا للجماهير المغربية. وهذا هو، الله غالب. انا ما هبطتش يدي، الحمد لله درت اللي عليا، ونتمنى ان شاء الله خير في المستقبل ان شاء الله. سفيان، دموع غالية علينا، وايضا ميداليتك، تفزت، لا تنسى تفزت ولم تخسر اليوم. ندعوك الى استعادة ثقتك بنفسك من جديد، ان شاء الله سنجدك من جديد على منصات الذهب. الطمع لدى البطل مشروع. لكن سؤال فني اثناء هذا السباق، هل كان بمش اقل خطورة من غيره كجيرما مثلا خلال السباق، ام هي مفاجأة فعلا؟ والله شوف، احنا كنا دايرين حساب سباقنا دائما، انا مستعد 100%. التضحيات ديالي كبيره طيله السنه من بعد الالعاب الاولمبيه ديال باريس، فخديت على العاتق ديالي بانني غادي نمشي وندافع على اللقب العالمي ديالي. الخطه كانت مدروسه اليوم انني خصني نبقى في اخر السباق. انا عرفت الاعداء اليوم اللي الموالفين كينافسوني اثيوبيين ماشي في المستوى الكبير، ولكن ما عندي ما ندير، يعني الاستراتيجيه اللي حتمت عليا انني نبقى في اخر السباق، والحمد لله الخطه كانت ناجحه. كما قلت لك اخر حاجز كان لي تعثر، ما قدرتش انني نشوف، جاني الضبابه في عيني، ما بقيتش كنشوف. دونك قلت اللهم نرجع خطوه اللور وندوز ولا نقدر نطيح. فالحمد لله غادي نرضى كما قلت لك، ولازم عليا نرضى ونتقبل هذا الفوز. هذا فوز بالنسبه لي، لانني كنشوف راسي جيت من سنوات ديال الخدمه، من سنوات ديال التضحيه. فلما كنحصد هذه الميداليات هذه فما تصوروش انني كنحس بها، وانا كنحس بقمه العناء اللي كنعاني باش كنوصل لهذه التتويجات هذه. فمره اخرى شكرا للشعب المغربي والجماهير المغربيه والعائله ديالي، وكذلك ما ننساش المشجعين اللي كيشجعوا سفيان البقالي اللي لقيتهم واقفين بجنبي.